لان اللعبه في ثانويه عامه يا دكاتره هي لعبه نفسيه، مش لعبه جهد على فكره، والله معظمها لعبه نفسيه. لو انت وثقت في نفسك نفسيا، وده اللي احنا عايزين نعمله معاك، ونقف في ظهرك فيه وندعمك فيه طول الوقت، ونقول لحضرتك تعالى يا عم عندك مشكله تعالى نحلها لك. لو انت وثقت في نفسك نفسيا وارتحت نفسيا، المعادله بتاعت ثانويه عامه خلصت. هي عايزه حد بيتعامل ببرود، وده مش هتعرف تعمله الا لما نحاول نحل مشاكلنا. خلاص، ان المراجعه النهائيه هي فرصه لو حضرتك كان عندك مشاكل في بعض اللي فات، فرصه لو انت كنت تايه، فرصه لو حضرتك كنت مقصر في اللي فات، فرصه لو كنت حضرتك مش قادر تميز انا كويس ولا لا. اصل انا اللي فات ده مش عارف اراجعه من البدايه ولا من النهايه، اصل انا حاسس ان انا قصرت، اصل انا حاسس ان انا ما خدتش فرصتي في الحل، اصل انا حاسس ان انا مش لامم كل حاجه، اصل انا حاسس ان انا مش زي بقى اصحابي. المراجعه النهائيه تقدر مش بس في العربي، اكيد في كل المواد، بس تقدر تبدا من اول وجديد بجد. نراجع ده قلبي، فكره هنلحق ولا مش هنلحق ما تشغلش دماغك بيه. كل اللي طالبه من حضرتك بس حاجتين: الحاجه الاولانيه شيء من الثقه، تثق. شيء تاني ان انت تنفذه، ما تفضلش تقول اصلي خايف فما تعملش اللي مطلوب منك. كل تركيزك في المحاضره بذاتها. المحاضره نزلت، انا ماليش دعوه المحاضره الثانيه هعمل ايه. في وقت المراجعة يا صديقي هتحس إن كل حاجة تقيلة عليك، وإنك مضغوط وجايب آخرك، وعادي جدا. وده بالمناسبة إحساس طبيعي، إن الضغط اللي هتمر بيه ده يا صديقي هيخليك تكتشف إنك تقدر تعمل حاجات ما كنتش تتخيل أبدا إنك تقدر تعملها. لازم تذاكر أذكى مش أكتر. وعشان أبقى صريح معاك يا صديقي، علشان تحقق أقصى استفادة فعلا من المراجعة، لا تذاكر بنظام بتركيز وتشتغل عليها. تدرس قوي نقاط ضعفك. مذاكرة بذكاء يا صديقي أفضل بكتير من المذاكرة العشوائية حتى لو كانت كتير. وعشان تطمن يا صديقي وتعرف إنك مش لوحدك، عملنا لك برنامج متكامل بنظام ثابت، وراعينا كل جزئية كان نفسك فيها أو كل جزئية كانت عاملة لك ثغرة. المطلوب منك بس يا صديقي إنك تمشي على النظام بتاعنا، تتبعه بقوة. المطلوب منك إنك تقاوم نفسك، تقاوم كسلك. المطلوب منك يا صديقي انك تظهر النسخة الاقوى منك. طبعا كنت بفكر كتير. جه الوقت ان انت توري ربنا من نفسك خير. جه الوقت ان انت تثبت لاهلك اب وام ولنفسك ان انت ان شاء الله تبقى حاجه. مش شرط عشان ابوك، مش عشان امك، ممكن عشان مستقبلك، عشان ابنك اللي جاي وبنتك اللي جايه. ان شاء الله لما ربنا يكرمك وتتجوزي وتخلفي وتتجوز وتخلف، ابنك يفتخر بيك. حط زاويه تعب، اعمل اللي عليك، ربنا هيبارك لك، ما تخافش بزياده. وقلت لكم قبل كده 100 مره ان في فرق بين اختيار ربنا وجزاء ربنا. اختيار ربنا لما انت بتعمل اللي عليك قوي، ربنا بيختار لك الخير، سواء الخير ده كان في الكليه اللي نفسك فيها او في كليه تانية. انما جزاء ربنا، ربنا عدل. لو انت ما عملتش اللي عليك وقصرت، فربنا مش هيديك كليه كويسه، وده ساعتها جزاء من جنس العمل. فانت اعمل اللي عليك، اعمل اللي عليك زي ما بعمل عليا، وكل المدرسين بيعملوا اللي عليك. احنا بنتعب عشانك، فاضل بس ان انت تتعب وتنفذ اللي بيتقال. حتى لو كان كتير يا مستر باجي على نفسي، كانت تيجي على نفسك شهرين. بس صدقني الفرحه بتاعت يوم ما ادخل النتيجه رقم الجلوس ويطلع لي رقم جلوسي نتيجتي، الله اكبر. هتعيط من كتر الفرحه، هتعيط لما تلاقي مجموعك في التسعينات وابوك وامك فخورين بيك. هتعيط، هتلاقي نفسك بتبكي لان انت تعبك. ايه، يا رب اشوفكم كلكم كده. وان شاء الله ان شاء الله ربنا يكرمك ويوفقك ويبارك لك ويوفقك ويكرمك كده وبزياده كمان، زي ما ربنا كل سنه كرمنا ووفقنا وعندنا اوائل، وعندنا ان شاء الله ما شاء الله ما شاء الله طلبه شاطره بتشرفنا 60 من 60. نفسي نالوا 60 ان شاء الله تقدروا بزياده. اشوفكم على خير. نلقاكم على خير يا ابطال، واحنا واثقين فيكم وعارفين والله ان انتوا قد الثقه. والفتره اللي جايه انا عايزك يبقى بتتسم بشعورين ضد بعض. الشعور الاول انت بتبذل اقصى طاقه عندك. الشعور الثاني حط مشاعرك في الثلاجه. الدنيا هتولع، الدنيا هتولع. يا نهار ابيض ده احنا هنخش نبدا مش عارف الدنيا تولع. بس في نفس الوقت انا ببذل اقصى طاقه عندي. لو عرفت يا صديقي تتسم بهذين الشعورين مع بعض، انت كده اخذت جوامع او نقاط القوه بتاعت النجاح. اللي هو انا ببذل مجهود بس في نفس الوقت عارف النتائج بتاعتي. فشعوري يا باشا ربنا مش هيضيعني، ربنا مش هيضيعني يقينا مستلما. لن يضيعنا الله يقينا، لن يضيعنا الله. بس في نفس الوقت ما قلتش كده وانا نايم على السرير. اعمل ايه؟ انا ببذل
وفي نفس الوقت مشاعري الدنيا بتتقلب حواليا وانا مش فيه. وكل تركيزي الفتره دي انا بتعلم في اخطائي، بتعلم في مشاكلي، مش بقيم نفسي، مش بتحدى نفسي. اتفقنا يا سيدنا؟ ونلقاكم على خير دايما موفقين ومسددين. خلاص يا سيدنا، اتفقنا ان شاء الله باذن الله دايما موفقين. نلقاكم على خير. ما تنسوش تدعوا لنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم.